هل علينا الآن أن نقاطع حفل جوائز الكاف؟ الأسماء المرشحة للتتويج بجوائز الكاف سواء المنتخبات، اللاعبين، أفضل لاعب، كانوا قبل الإعلان عن هذه الأسماء هنالك اتفاق على كيفية تقسيم الريع بالنسبة لهذه الجوائز في داخل أروقة الاتحاد الإفريقي. أمور كلها توحي أن الأمور لم تتغير داخل الاتحاد الإفريقي، ومن يحكم في الكواليس وفي الخفاء باقي هو نفسه. أمور كيف تدار في أروقة الاتحاد الإفريقي الكل يعلمها. المرشحين تاع جوائز الكاف خرجت كما كتشوفوا اجتياح مغربي. جوائز الكاف كما كتشوفوا كما متوقع أشرف حكيمي اللي باينه كان يلعب على البالون دور. عندك تعنسة تاني في اللجان تاني احسن منتخب اجتياح مغربي. الحاجه اللي ماشي متوقعه هي عموره ماتاشو. عموره بالك راه يبيع في النعناع، ممكن بالك يمارس حاجه واحده اخرى الا كره القدم. عموره ماهوش من المرشحين بكل اسف وبكل حسره. اليوم انا استغرب واتساءل كيف انك تضع منتخب أقل من 20 سنة لينافس على جائزة أفضل منتخب. كيف من المفروض أنه منتخبات شبانية ربما جوائز أفضل منتخب شاب، أفضل لاعب من اللاعبين الشباب الصاعدين، ولكن أنك تدرج اسم كذلك منتخب أقل من 20 سنة من بين أفضل مدربين في القارة السمراء مع المدربين تاع المنتخبات الأولى، فهذا غير منطقي تماما. لذلك من خلال هذا نستنتج كيف تتخذ القرارات داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ولا يمكننا أن نتفاعل خيرا بسياسة الاتحاد الإفريقي. الترشيحات أحسن منتخب في القارة الإفريقية، المنتخب المغربي ينافس نفسه. هاي كما كتشوفوا موضع من الترشيحات دخل وحشمو داروا كافر كانوا قادرين يديروا المنتخب المغربي المحلي. هم في الواجهه اليوم، حتى اعضاء المكتب التنفيذي اليوم امام موتسيبي وكانهم في الواجهه وفقط، ولكن من يقرر ومن يملك سلطه القرار في الاتحاد الافريقي لكره القدم الجميع يعلم ذلك. واش حشمتوا باش ديروهم كاع مغاربه؟ حاولتوا ديروهم كاع مغاربه وبلا بكم هذا التصويت وهذا حفل الجوائز وهذا النش. ها روحوها ديريكت وصايي، بلا حشومه بلا كذب بلا تنوفيق، هي وصايي. هادو المهم جوائز تاع الكاف اليوم علنوا عليهم تاع احسن مدرب واحسن حارس واحسن لاعب شاب واحسن لاعب داخل القاره. كما راكم تشوفوا في كل فئه دايرين زوج مغاربه وواحد اترونجي. في كل فئه، في احسن حارس، في احسن مدرب، في احسن لاعب شاب واحسن لاعب داخل القاره. هي ويقول لك ما كاش الكولاسه، يقول لك المغرب ما عندهمش الكولاسه، ما متجدرينش في الكاف، ما عندهمش القوالب. يقول لك كل شيء داينه نيشان، ويقول لك كل شيء مريقل والمصداقيه ومنا ومن هيك. هي اكيد هاد الجوائز غادي كاع يديوهم المغاربه، فبدا 90% في كل فئه غادي يديها مغربي. كنتو تعطيوها لهم ديريكت وصاي، ما تبقاش علينا هاد النش وهاد التبهليل. تم الإعلان عن أسماء المرشحة لجائزة الأفضل في كل قارة. دائما الضجة تكون نبدأ أفضل منتخب. شفنا المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة مرشح ضمن الأفضل في إفريقيا، وهذه ربما تعتبر من السوابق التاريخية. وأيضا شاهدنا بأنه بيتكوفيتش غير مرشح في جائزة أفضل مدرب، عمورة غير مرشح في جائزة أفضل لاعب. العديد من الأمور التي شاهدناها في هذه الجوائز. لا خلل في المعايير، نظن باللي مع الوقت راح تفقد مصداقيتها. هل الناس لا تتابع؟ بصح انت راح تخير افضل لاعب في القاره، ما تديش هداف التصفيات تاع هذيك القاره المؤهله لكاس العالم في هذيك السنه. نظن باللي تناقض صارخ. هذا راح يكون واضح بانه حكيمي ومحمد صلاح راح تكون. نظن باللي حكيمي نظرا لانه دا دوري الشامبيونز ليغ، وليد الشامبيونز ليغ يمدوا. لا ما بلا كان حكيمي تكون مستحقه. بالنسبه للمنتخب المغربي لاقل من 20 سنه، هل عادي انه داروه مع المنتخبات الافضل في افريقيا؟ كاش فئه اخرى على الاقل يديروا فئه اخرى، تما المنتخب هذاك تقارنه مع المنتخبات الاولى. هذا الامر يضرب مصداقيه الكره الذهبيه الافريقيه في الصميم. بداو كوب دي موند في الاخر الاشبال الصغار، مدرب تاع الاشبال. نعم. تاع لي 20. من هو افضل مدرب بالنسبه اليكم في القاره الافريقيه؟ نظن راح يمشوا المدرب الوهبي اللي دا كاس العالم الايفا. انجاز راح يمشوا له. كاين جوار محطوط معهم او يلعب في المغرب. بركان. كاين جوار او في بركان، يعني دوك غير مفهومه. كاين لاعب كاين لاعب من ليوي افضل لاعب في القاره اللي يدي تتويجات داخل القاره.
لاعب مع أسامة المليبي. يتما دوكا كان عندي شامبيونات تاع المروك كيف تم ترشيح أسامة المليبي؟ يخيروا برك راه ما يدير. هذا وشتو. نعم. لا، لانه توج بالكاس الكونفدراليه الافريقيه مع نهضه بركان، هذا السبب. راك وليت لكلامي كاس الكونفدراليه الافريقيه قد نهاية بين محمد صلاح وحكيمي وسمين، 3 مرشحين اللي ظلوا لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025. عندنا حكيمي جايب دوري أبطال أوروبا، جايب الثلاثية مع باريس، وكان مؤثر بالشامبيونز ليج، مؤثر، مش إنه لاعب على الهامش، لا هو كان أساس. محمد صلاح قدم مستوى خرافي الموسم الماضي مع ليفربول بالدوري الإنجليزي، هداف ليفربول، هداف الدوري، وكان أيضا مؤثر جدا بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي. سمين هو الأقل حظا بالنسبة لي، لا يرقى لمستوى أن ينافس حكيمي وصلاح بصراحة. طيب بين حكيمي وصلاح مين الأحق؟ على صعيد البطولات حكيمي بالتأكيد هو المرشح رقم 1. على صعيد الأداء داخل أرضية الملعب ممكن يكون في مقارنة شوي، لأنه صلاح الموسم الماضي كمان شال ليفربول بالدوري الإنجليزي، بس حكيمي ما فيك تنكر الأدوار اللي لعبها الموسم الماضي. يعني حكيمي ما كان مجرد ظهير يمين، حكيمي كان مهاجم، كان صانع لعب، كان يقود الهجمات، سجل بالفاينل. تتجه أنظار القارة السمراء نحو العاصمة المغربية الرباط، حيث يستعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للإعلان عن جوائز الأفضل لموسم 2025، وذلك يوم الأربعاء المقبل. وكشفت القوائم النهائية عن حضور مغربي قوي يعكس النهضة الكروية التي تعيشها الكرة الوطنية خلال السنة الأخيرة. ويتصدر النجم المغربي حكيمي المشهد بعد موسم استثنائي مع فريقه باريس ومع المنتخب المغربي ليقترب من التتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي. وإلى جانب جائزة أفضل لاعب ينافس المغرب على جائزة أفضل منتخب وأفضل مدرب وأفضل لاعب محلي، بالإضافة إلى جائزة أفضل لاعب شاب وأفضل ناد إفريقي، وأيضا أفضل حارس وأفضل لاعب وأفضل حارسة. وسينطلق حفل الكاف عند الساعة 7 مساء بالرباط وسط ترقب واسع من الجماهير المغربية والإفريقية. شاركونا رأيكم من خلال التعليقات.